السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي سنة 6، النهاردة جاي أكلمكم عن درجة الحرارة. إزاي إن الحرارة بتنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة. لو أنا ماسكة كوباية سخنة، اللي هيحصل إن إيدي هتتلسع من الكوباية. ليه؟ لأن درجة الكوباية سخنة ودرجة إيدي أقل، فالحرارة انتقلت من الكوباية اللي هي سخنة إلى إيدي، فعشان كده شعرت بالسخونة. طيب لو أنا مسكت قطعة من التلج في ايدي، ايه اللي هيحصل؟ ان انا هحس ان ايدي حست بالتلج. ليه؟ لان انا ايدي درجة حرارتها اعلى والتلج اقل، فالحرارة انتقلت من ايدي الى التلج، هحس بذوبان التلج في ايدي، في نفس الوقت هحس ان ايدي حست ببرودة التلج لان الحرارة انتقلت من ايدي. يبقى كده اثبتت ان الحراره بتنتقل من الجسم الاعلى في درجه الحراره الى الجسم الاقل في درجه الحراره. في كمان حاجه عايزه اقول لكم عليها علشان كتير مننا بيتلخبط فيها. التعريف الحراره غير تعريف درجه الحراره. الحراره هي صوره من صور الطاقه ينتقل فيها الحراره من الجسم الاعلى الى الجسم الاقل في درجه الحراره. يبقى الحراره هي صوره من صور الطاقه. أما درجة الحرارة هي مؤشر بيعبر عن مدى برودة أو سخونة الجسم. علشان لما يجي في الامتحان اكتب المصطلح العلمي، أبقى عارفة الفرق بين الحرارة وبين درجة الحرارة. الحرارة هي صورة من صور الطاقة بتنتقل فيها الطاقة من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة. أما درجة الحرارة هي مؤشر يعبر عن مدى برودة أو سخونة الجسم. يا رب أكون فدتكم بالمعلومة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.